المؤذين من معتد وغاصبين ومفتر وكاذبين وفجر وعائبين وحاسد وشامتين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بسترك عليم واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الكرام وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ننال كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وبشاه مشاه من يواني ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء
على سنة الهدي يراعي رعايا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء للقرآن بحق نبات يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قد تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قلبه وقلمهم دلا من صفا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء العلم والتعظيم الحسنات يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء كان حظ من قوافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في في سابق قضاء العلم جاء لاهقا من قدر يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء هذه العناية حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لا بمجيب أكثر سمع دعاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في إليك قضاء وخيم حظ ساحفنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في على الهنا قضاء والمنى والبس شيد وشاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في يا قضاء رب هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قبل قضاء دعائي وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في أنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قلبي قضاء وقلبي والبسني لباسا غيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وقد قضاء روحي بذكري واحمني بحما يا أرحم الراحمين الطف بنا في وحبب قضاء لي وحبب لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانا لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في يقيني قضاء وثبني ثبات أو نيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في الحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحمين الطف بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في عدد الحياة قضاء الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين الطف بنا في والآل وصحبه قضاء والحقنا باسم يا اسفياء أرحم الراحمين الطف بنا في يا من قضاء الخائفين نجنا مما يا نخاف من الخائفين نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائفين نجنا مما يا جالس الذاكرين نخاف اهدنا سبل يا من العفاف الخائفين نجنا مما يا مجيب السائلين نخاف نهبنا واغفر يا من وعاف الخائفين نجنا مما نستعين يا نخاف معين شفها عن سن شفا يا من الخائفين نجنا مما هب لنا فتحا نخاف مبين جاء بالنصر يا مواب من الخائفين نجنا مما نخاف نخاف كفهم عنا كفا يا من الخائفين نجنا مما والعقاد نخاف الظالمين حدهم حتى يا التلاف من الخائفين نجنا مما شر فيهم نخاف مبين منهم فيهم يا من مضاف الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف الخائفين نجنا مما مرتدين نخاف هالكين في شفا جرف يا من الهيا الخائفين نجنا مما والثقات نخاف الباقين يكفيهم يا خيرك يا من الخائفين نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف الخائفين نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف الخائفين نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائفين نجنا مما كافنا الحسن نخاف حسن من سواه ما يا من نخاف الخائفين نجنا مما وصلاة كل نخاف حين وسلام الله يا من الخائفين نجنا مما نخاف الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائفين نجنا مما وانفها نخاف للمسلمين المساكين يا من الدعاء الخائفين نجنا مما بارك الله نخاف المتين هم بهم ارحم يا من وراء الخائفين نجنا مما يا تواب نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا تواب تب إلينا علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة رب توبة مغفرة والجمال
دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا الأكفان يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله كما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله رب الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا رب ويرحم سلم بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لذ الغفران خيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي نلجأ من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله تربى العالم بشر يا إله والفقيه العالم المشهر يا إله والعلم العالم الأبرار يا من إله بهم العالم حالي يا زاد إله عينة العالم اليوم يا ما إله كمال العالم في القوم يا إله وإن بدا العالم مني لو يا إله يطلب العالم للغفران يا إله بالحسن بن العالم صالح يا إله بحر نور العالم ضافي يا إله لا تكن العالم لي يا فاضي إله يا العالم صمد يا يا إله منان العالم مثل شيخ المشهد إله ابن العالم ناصر أحمد إله وأبي العالم ثم يا الجد إله للمعالي لهم شان إله جد لنا العالم يا بالمطلوب إله والفرج العالم مثل يا أيوب إله وبفرح يا يعقوب إله حين العالم زالت يا الأحزان إله ربنا العالم اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما تعلم إله فإن العالم جودك دعا إله إنس العالم خلقك يا والجان إله ودروس العالم القرآن يا إله واجتماع العالم الإخوان يا إله لدعاء العالم الرحمن يا إله سرهم العالم الإعلان يا إله والحبيب العالم المحضار يا إله قائما العالم بالأسحار يا إله قائلا يا العالم غفار يا إله جد لنا العالم بالغفران يا إله استجب لي العالم واسمع يا إله ولنا الكل العالم أجمع يا إله ولمن العالم لك يضرع يا إله طالبا العالم للإحسان يا إله وصلاة العالم تترى يا إله لمن خص العالم بالإسراء يا إله وذويه ضرا يا إله في العالم جميع يا إله الأزمان العالم يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فامنن علينا بالإقبال وكلنا وصلح البال يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مجيد الخلق طرا وموسع الكل برا أسأل كسب لا سترى على القبائح والأخطاء يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصل قصودي والعمى يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا
لنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوتي القيل والقال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشفها آفت واشغال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبدني وقايدتني بالأقبال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خفي عليك تفصيل وجمال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يا شالي مع ذبك لا إله إلا الله يرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله وقد أتاك بعذره لا إله إلا الله بانكسار وفقره لا إله إلا الله وزن بيسرك عسره لا إله إلا الله بماضي جودك والإفضال لا إله إلا الله وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبطشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ملكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك ماصري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله صل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزلة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله في الغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس نرجو المسلمين سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما المسلمين لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نظرة المسلمين تزيل العنا عنا وتذني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على سلك المسلمين بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيل المسلمين للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب المسلمين اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب المسلمين احينا شاكر وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على جاي المسلمين طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سن رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك المسلمين ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربي المسلمين ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفاك الغلاق لمن بذنب براهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. بحمد الله ونستمد بالله بجهل الله نفوس بحول الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله نفوس بحول الله. بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحل والآجل والكل فضل الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. فخرج النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. بالطالب المحضر المخبد الصبر مطهر الأسرار سليل أهل الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. القلد القدوة السدد الصفوة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. في الإمام الفخر أري رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. هو بكر بن سالم هو حذف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. ويهدي الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. لما أمره العبد فحشد من نجد وقال لعل السد يأتي بجود الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. والعبد درجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. عسى بهم القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لهم يوفر بجاه الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. يا ساد الغارة في الحال بدارة ما في الكبد مرة الله الله الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. قومه وقد الذي رومه كل مدى نومه يجي بعون الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. كفى ما بيداو لأسوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. لنا نصره بالسيف والقدرة وكل ما نكره حوشه شيء لله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. يقدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب والمصطفى الله. الطاهر والمرتضى الناصر والباكر والكل حزب الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. حسبهم صوبة الرب في الوقت والقرب والكل شيء لله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله. وصل وسلم دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله. مشايخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب الله بها يا الله. الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا للعقول السالمة ولا القلوب العالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. قوموا بهمة عازمة وبصدق نية جازمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا
وإليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا والطه بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا يبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت وات عن قريب من كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من كان دان أو نصيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدوك وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كن لي يا معين إذا رشع عظم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمقر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل الزلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن نرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومنون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومنون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومنون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وسيدنا العلوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر سكران والشيخ عمر المهضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي دروس وأولاد أبي بكر الأدني وإخواني قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شابي لشنا شادلي إمامنا الشافعي والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشي ماله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم
وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باروس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شئيب والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخيه ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام وحد الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف بن محمد الصوفي السقاف وسيدنا أحمد بن محمد المهدر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وسيدنا علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عنيس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ الأيدروس والحبيب محمد بن عيدروس الأيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الدنيا المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الشاتري الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخ السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامي تنقل الحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان الحبيب علي بن حسين العطاس بنغور الحبيب سالم بن أحمد بن جنان الحبيب محمد بن إدرس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدرس الحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن حمد بالفقي الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف جدة الحبيب محمد مشهور بن ضاها الحداد الحبيب أبو بكر الطاس الهبشي الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف الحبيب حسين بن هدي براني الحبيب هدي بن صادق بن شيخ أبو بكر بن سالم الحبيب شيخ بن إدرس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب هود بن إدرس الحسني ثم سوسن يالو الحبيب إدرس بن سالم الجفري وجميع ثم سوسن لا روحي كي الحاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسروان ثم سوسن لا روحي كي نواوي بن نور حسن سيدوغيري كي عبد الجليل سيدوغيري كي حسني كي خليل كي سعد الله ثم سوسن لا روحي كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميل مشايخ سيدوغيري ثم سوسن لا روحي كي نور سالم بروغاتون كي هاشم رفيع بروغاتون كي جاسم بن نور سالم وجميل مشايخ بروغاتون ثم سوسن لا روحي كي محمد سبادر كي أحمد جفري كي محمد علي مرتضى وجميل مشايخ بسو ثم سوسن لا روحي الجد باه علي رستم باه مهاجر باه عبد الله باه مزينة باه ثم سوسن لا روحي أحمد قشيري عبد الله كي خالد عبد الله كي مشهد عبد الله منصوباري عبد الله ابني مسكوف عبد الله ثم سوسن لا روحي كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي مئات كي منير علي كي بدر القمر وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلي وجميع الأولياء تسعة وشيخ سعد الأمودي وشيخ سالم بن فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علوي المالكي وشيخ عبد الله بن أحمد بسودان ومشايخ الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونه ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة حضرها الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يسله الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويترى فيها الخير والبركة ويؤجل بها ويسله السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويواسي من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما
ما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعوم ببركة هذه الحضرة للمسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An kalimullah Isa alaihi salatu wassalam, mathalul ladzi yata'allamul ilma ولا يعمل به كمثال امرأة زانت في السر فحملت فظهر حملها فافتضحت فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ذكره في الإحياء إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Diriwayatkan dari Nabiullah Isa alaihi salam kalimullah, mathalul ladzi yata'allamul ilma, perumpamaan orang yang belajar ilmu agama, wala ya'malu bihi, akan tetapi orang tadi itu tidak mengamalkan apa yang ia pelajari, tak ngamalaki ilmuna, tak ngamalaki olena ngajina. Kamathali imra'atin, orang tadi itu sama halnya dengan perempuan zanat fi sirri, yang dia melakukan perzinaan di tempat yang sepi, fahamalat, kemudian orang perempuan tadi itu terjadi hamil, zina sampai ngandung. Fadhahara hamluha, karena ngandung akhirnya nampak dari perutnya mulai membuncit, mulai besar, faftutihat, akhirnya semua orang mengecam, mengkutuk perbuatan perzinaan tersebut. Fakadzalika man la ya'malu bi'ilmih, begitu pula orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan keburukannya di hari kiamat di hadapan halayak. Maka manusia saat itu akan mengutuk kepadanya, akan mengecam keras kepadanya, sebagaimana orang perempuan yang melakukan perzinahan, maka semua desa akan tercemar karena perbuatan perzinahan tersebut. Ini adalah satu gambaran bahaya daripada orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang sepudu tetapi kelaban kebudukna, dia berusaha belajar tapi tetap bodoh sehingga tak tahu dak hukum-hukum halal dan hukum haram, mungkin orang sing ngak nikah lebih selamat daripada orang seberilmu tapi tak gelem ngamalaki ilmu. Ustaz tak mampu ngelakonin ilmu, Ustaz tak bisa ngelakonin ilmu 100%, tak usah 100%. Tak usah 100%. Ada buaki fa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkanlah ilmu meski hanya 1/10. Fa'mal walau bil ushri kaz zakati, sebagaimana zakat yang wajib hanya 1/10 daripada harta benda kita yang wajib kita keluarkan sebagai zakat. Dengan mengerjakan ilmu hanya 1/10, bukan separuh, benih telo perapat, hanya 1/10,
10% baik. Takhruj binuril ilmi min dhulumati, maka engkau akan keluar daripada kegelapan. Engkau akan diberikan penerang cahaya dengan ilmu yang kita lakukan walaupun hanya 10%. Dunia ini sekalipun gemerlap nggak nih tapi hakikat petang. Maka pancaran nuril ilmi, cahaya ilmu nikah yang bakal menuntun kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tak bisa, tak mungkin. Petang kabi alamnya. Tak bisa membedakan halal haram, tak bisa membedakan taat maksiat. Apa? Bodoh. Tandi ilmu. Maka ilmu sekalipun sekone, tapi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah dengan cahaya ilmu tadi itu kita akan keluar daripada kegelapan. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma umira bih halak. Kata Nabi, sesungguhnya kalian para sahabat fi zamanin, kamu berada di satu zaman, man taraka minkum, barang siapa yang meninggalkan dari kalian usra ma bihi, 1/10 dari apa yang aku perintahkan kepada kalian, halakah, maka kamu akan hancur, kamu akan binasa, kamu akan rusak. Sahabat nikah ngelakonin sunnah Kanjeng Nabi 100%. Tak ada sunnah Kanjeng Nabi kecuali para sahabat kopi ngelakoni. Tak tersisa sedikit pun daripada sunnah Kanjeng Nabi kecuali lakonin. Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda bertanya kepada putri tercinta Sayyidatuna Aisyah ridha, wahai putriku, apa kiranya sunnah Nabi yang belum ayah kerjakan wahai putriku? Pikir bisa Sayyidatina Aisyah. Abah saya tanya, sunnah apa kira-kira saya tak lakuin ben sengkok dari sunnah Kanjeng Nabi wahai tangana? Tidak satu pun sunnah yang dilakukan oleh Nabi kecuali engkau telah melakukannya wahai ayah. Engkau 100% yang kau lakukan, hanya satu yang belum kau coba. Apa itu wahai anakku? Rasulullah setiap kali mau pergi ke masjid, ada orang buta yang mencaci Rasulullah, namun Rasulullah SAW selalu menyuapi dengan penuh kasih sayang, membekalinya, memberikan uang kepadanya. Nikah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kira-kira badan je orang dia, badah ya abah yentaren. Ternyata orang saya buta gelak tetap dalam kebodohan nyacat Kanjeng Nabi, ngenyek Kanjeng Nabi. Berarti ria orang saya tulang di Kanjeng Nabi. Sunnah mari lakukan kapi kecuali nikah. Hari pertama tulang bi sahabat Abu Bakar Siddiq. Beri wese. Geram pun mulai tak tahan pun. Hari kedua mulai tak kuat. Nuleng mulai kasar pun. Karena keluar dari colon si kafir si Yahudi gelok terus nyacat Kanjeng Nabi terus. Hari ketiga, hari keempat tak kuat, cecet lagi ke colon. Man anta yarhamukallah, siapa gerangan engkau? Belum pernah ada orang yang menyuapi kepadaku sekasar seperti kamu ini. Mana orang yang biasanya beneba Andri sebiasana. Senuleng be Andro orang sik cacat be. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Yahudi, langsung mucida ke Allah Subhanahu wa taala bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita ambil pelajaran dari kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kiatannya bagi ibadah sunnah saya tak lakoni ban sengkona. Saking sempurna para sahabat. Kanjeng Nabi ada bu setia ban odi neng situng zaman man taraka minkum usyru ma umira bih halak. Kamu hidup di zaman yang seandainya di antara kalian hanya melakukan atau meninggalkan
1/10 dari apa yang aku perintahkan kepada kalian, halak, kamu akan celaka, kamu akan binasa, hancur. Thumma ya'ti zamanun, kemudian akan datang satu zaman, man amila minhum bi'usyri ma umira bih najah. Akan datang satu zaman kepada manusia, barang siapa di zaman itu hanya melaksanakan 10% dari apa yang aku perintahkan, pasti dia akan selamat. Saking ancur akhir zaman. Dahulu para sahabat meninggalkan 10% saja akan hancur. Sekarang barang siapa yang mengamalkan apa yang kuperintahkan hanya 10% saja, najah, dipastikan orang tadi itu akan selamat. Berempat sunnah, buan sunnah sekdina kula bisa sampeyan nikah hanya bagian kecil. Mungkin salat berjamaah, mungkin pakai siwak iri apa pancet. Mungkin hanya bacaan Al-Qur'an hanya selemper dua lemper, pepancet. Jamin selamat. Hanya 10% dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dijamin keselamatan kula panjenengan. Cek berharap selamat di akhir zaman tak ngelakuin perintah Kanjeng Nabi jauh. Maka ilmu ia malaki sekalipun ning 10% sebagaimana zakat sewajib hanya ning 10%, maka cukup supaya dunia kulit sampean nek tak ancor, ilmu kulit sampean juga tak ancor hanya dengan mengamalkan 10% daripada ilmu agama. Masya Allah. Lek prediksi bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat sampai saking persis ada riwayat Nabi pernah terbitih semangkah. Tapi sahabat sebagian dari mereka tak poron ngakan semangkah karena tak oning caran Kanjeng Nabi ngerak bencaran ada saking takun tak persis, Pak. Kerak segitiga, apa kerak kota, apa kerak mesaki, apa kerak ada remah, cara ada Kanjeng Nabi juga tak ngeneng ngale secara langsung hanya beberapa kali saja Nabi memakan semangka. Takut tak persis engkau bi Kanjeng Nabi. Masya Allah. Benar dalam masalah ibadah ya kawan, masalah ngakan sehal sepele nganeka seteti panutan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada keselamatan kecuali situ, ittiba'un Nabi, nora buntek dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu sekapina, tak mampu separuh, tak mampu seperempat, tak mampu 10%. Apa dari kemampuan kudu sampean saya lakon diri sunan Kanjeng Nabi lakoni. Ilmu kisinika maleta enga orang bine saya yang ke solihah, saya yang ke orang bine saya pingitan, yang ke orang bine saya nengeneng, ternyata hamil di luar nikah. Maka suatu bakal rame. Fulana binti fulan, ngandung ada bapak, ngandung ada laki. Hakada al-alim idza lam ya'mal bi ilmi. Orang yang sandi ilmu, man yata'allama al-ilma wa lam ya'malu bih, orang yang belajar ilmu tapi hasil daripada ilmu kula tak lakonan kuku ning akhirat. Bakal mengecam kabeh seluruh umat ning dina kiamat. Geletek. Ternyata naudzubillah. Maka untuk keluar dari nikah lakonin sekalipun 10% supaya selamat. Zaman sahabat ninggal 10% dari sunan Kanjeng Nabi ancor. Wa sayati zamanun thumma yati zamanun man amila bihi usyru ma umira bih najah. Namun akan datang satu zaman di mana di zaman tersebut barang siapa yang hanya mengamalkan 10% dari apa yang aku perintahkan, najah, pasti selamat. Mesti selamat. Termuka tadi orang yang selamat. Ya, niaten ngaji bab ilmu apa boy. Niaten elakonen sekalipun tak 100%, minimal dari ilmu nika pun beda pengamalan sehingga kuku tuntut dengar sanepun Gusti Allah. Ketika dituntut ternyata beda jawaban untuk pengamalan dari ilmu sekalipun tak 100%. Termuka selamat dunia akhirat ya. Jadi dari cobaan orang andi ilmu keng tak ngelakonin ilmu sampai Nabi Isa madaaki ring bine si azina
ning pesepena siada orang ngetelak benar ada orang tahu kemudian ketelak ngandung raja-raja maka setuju na manusia setuju nanti segala pada mengecam keras pada mengutuk atas perbuatan saya tak senono kala ya termoga itu ilmu manfaat parengna kuat untuk ngelakonan ilmu sehingga ilmu saya sekonek nika bisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala mampu mengamalkan apa yang Allah taala perintahkan kepada kita dan dapat menghindarkan kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hadil qasidah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.